ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معاكم فيديو جديد من قناة دودو شانل. اللي مشتركش في القناة بقى ينزل يشترك من الكلمة الحمراء اللي تحت ويفعل الجرس عشان يوصل له كل فيديو جديد احنا بنعمله ان شاء الله. النهارده معانا روتين قوي جدا، هوريكم بقى روتين يومنا الطبيعي الحقيقي اللي اي ست بتشوفه يعني كل يوم لما بتصحى من النوم. هنا كنت بوريكم منظر المطبخ كان عامل ازاي. والله يا جماعه انا نايمه، المفروض ان انا نمت وسبتهم اللي هما الولاد يعني مع باباهم. نمت وسبتهم، صحيت لقيت هذا المنظر بقى، يعني مش عارفه ليه، مش عارفه كانوا بيعملوا ايه. هنلم بقى كل الكلام ده مع بعض. تاني حاجه معانا حابه اوريكم النهارده طريقه اللي بتغسل بيها هدوم الاطفال. طبعا انا لما باجي اغسل هدوم الولاد بغسلها لوحدها، انا ما بغسلش مع هدوم حد. وبقسمهم على غسلتين، غسلة اللي هي بتبقى الفواتح او الابيض والكلام ده، وغسلة تانية اللي هي الغوامق اللي هي الاسود والكحلي والكلام ده برضو هدومهم، يعني اذا كان ده او ده فالاتنين هدومهم لوحدهم. الهدوم الفاتحة دي طبعا كلنا عارفين الاطفال بتعمل ايه في الهدوم الفاتحة، يعني مش محتاجين نعرف، مش محتاجين اعرفكم، لان هما فعلا بيبهدلوا الهدوم الفاتحة دي قوي. فعشان انا طبعا تنضف معايا او تبقى نظيفة بعمل ايه؟ اول حاجه زي ما شفتوا كده، الاول بجيب الهدوم اللي هي كلها فواتح مع بعضها وبجيبها بقوم حطها في الغساله مع بعض. تمام. والشرابات اي حاجه فاتحه تخصهم، فوط اي حاجه ليها علاقه بيهم فاتحه بجيبها كلها مع بعض. تمام. بعدين بحطها في الغساله. تاني حاجه، انا الصراحه الاول كنت بنقعها بره وبدعكها بايديا، وبعد كده بقوم ايه سايباها شويه في ميه، بعدين ميه سخنه والكلام ده. بعد كده لما اكتشفت بقى برنامج النقع اللي في الغساله ده حلو قوي الصراحه. انتي بتحطيها، هي بيبقى البرنامج ساعة واحدة بس، تحطي اريال في الدرج الاولاني، طبعا لو الدرج بيبقى متقسم اتنين بتحطي اريال في الدرج الاولاني، وبعد كده بتقومي مشغلة على دورة اللي هي النقع اللي بقولكوا عليها دي. هي بتقعد ساعة واحدة. تمام. بس الصراحة الغسيل بيتنقع كأنك انتي نقعها بالظبط. تمام. احنا هنا خلاص حطينا الغسيل في الساعة بتاعتنا دي، قلنا ايه؟ طبعا اول حاجة عملناها وقلنا بقى ندخل على المواعين، نشوف بقى المواعين الكارثة الفظيعة اللي هم عملوها وهم قاعدين بالليل دي. كمية مواعين فظيعة. انا طبعا كنا في مكان انا سايبة مواعين مكان الغدا بس مش بالكمية دي، يعني انا سايبة مواعين بس طبيعي المواعين دي مش بتتكاثر لوحدها، يعني يا جماعة بجد قولوا لي المواعين عندكم بتتكاثر كده زي عندي ولا لا؟ مواعين والغسيل حاجتين اللي هما بيكتروا لوحدهم كده بلا سبب، يعني بتحطيهم حاجة قد كده بعدها شوية تلاقيهم حاجة قد كده، معرفش ليه الصراحة. بس مش مهم، عادي كله هيتعمل. طبعا هنا بقى دخلنا على المواعين، ايه شمرنا ايه، دخلنا ندعك. تمام. طبعا بقى نستغل بقى وقفتنا في المواعين دي، نستغفر، ندعي بحاجة احنا نفسنا فيها، ندعي بيها كتير كتير كتير. آم، كتر الدعاء على فكرة يا جماعة بيجيب نتيجة وبيجيب حاجات فعلا كويسة. طول ما انتي بتدعي ربنا بيسمعك على فكرة، مش معنى ان هو ما عملكيش اللي انتي طلبتيه في وقتها او اللي انتي عاوزاه ده معنى ان هو مش سامعك، لا خالص. ممكن تكون الحاجة اللي انتِ بتدعي بيها أصلًا مش خير ليكِ عشان كده ما جاتلكيش. ممكن تكون ربنا بيبعد عنِك شر بيها عشان كده ما جاتلكيش. فأنتِ مش ضامنة طبعًا أي حاجة، فادعوا، ادعوا كتير واستغفروا كتير. ربنا بيحبنا جدًا، جدًا والله يا جماعة بجد حقيقي. لمّا بيبعدِك عن حاجة وحشة أنتِ كنتِ هتعمليها، أو حاجة وحشة أنتِ ما كنتيش تعرفي أصلًا إنها وحشة، بسبب دعائِك واستغفارِك، دي حاجة كويسة جدًا، جدًا. تمام. بس كنت حابة أقول لكم يعني تستغلوا وقتكم في حاجة مفيدة، بما إن كل الوقت بتاعنا طبعًا ضايع بين الجري ورا العيال هنا والجري ورا العيال هنا، ونروّق هنا ونروّق هنا ونعمل أكل هنا ونغسل مواعين ننشر غسيل ونلم غسيل اللي هو ما بيخلصش ده برضه. تمام. بس هنا بقى طبعًا بنخلّص بقى بنحاول نخلّص المواعين. الصراحة أنا بابدأ كوبايات، أطباق، بعدين باحب أعمل المعالق قبل الحلل. حتى أنا عملت الحلة الصغيرة وبعدين افتكرت إن أنا المفروض أخلّص المعالق الأول فرُحت عاملاها. يعني باخد من الحاجات الأنضف في الأنضف في الأنضف يعني. بس هي المواعين الصراحة ما كانتش كتيرة أوي، بس عشان الحوض صغير أوي، 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 الحوض بشع. حجمه صغنون جدًا، جدًا. فبيخلّي المواعين لمّا بتتحط جواه مهما كانت الكمية بتاعتها بتحسّي إنها كتير،
حتى لو شوية اطباق كده بتحسي ان هما كتير برضو، عشان هو حجمه صغير فما بياخدش مواعين كتير كفاية، او ما بياخدش مواعين كتير. بس لكن هي المواعين ما كانتش كتيرة قوي يعني، بس يلا تكسرت برضو لان انا مش سايباها كده. بس طبعا بقى وانتي بتغسلي المواعين بقى بتحاولي بقى تلمي الدنيا وراكي وحواليكي والكلام ده، عشان تبقي خارجة من المطبخ مفيش مواعين تانية وراكي يعني. عايزة اقولكم ان الروتين ده كان بيتعمل الساعة 5 الصبح. يعني انا كنت نمت وصحيت، بنتي صحتني، فلما صحتني بقى قلت ايه اقوم اشوف حاجة مفيدة اعملها الصراحة. فلما لقيت المطبخ بالمنظر ده بقى قلت لا لازم اعمله. ولاني بنتي بتقعد هادية شوية عن ابني، فابني كان نايم، فقلت الحق استغل بقى فرصة وهو نايم واخلص فيها المطبخ بقى خالص، لاني صراحة بحب يعني اقوم اعمل حاجتي المطبخ يكون نظيف، لان المطبخ لو مش نظيف بيخليني مقفولة طول اليوم ان انا ما اعملش اي حاجة اصلا. بس هنا خلصنا المواعين، دخلت بقى على البوتاجاز، قلت بقى نلم الدنيا بقى اللي على البوتاجاز دي. هو البوتاجاز الصراحة انا كنت غسلاه قبل ما اعمل الاكل، فانا ما وسختش اصلا غير العينين دول، يعني انا ما عملتش اكل غير على العينين الاتنين دول. وما وسختهمش قوي طبعا، لان الاكل بتاعنا طبعا هتشوفوه في الروتين بتاع الاكل. الغدا بتاعنا ما كانش مسبك والكلام ده، فما بهدلش قوي البوتاجاز. جينا هنا بقى، طبعا يا جماعه انا اللي مغطيه صينيه البسبوسه دي بشوربه خالص، سابوها مكشوفه عادي جدا. هنا طبعا بقى قلت طب هلم بقى طبعا الصينيه دي، هحطها في علبه كده واقفل عليها بحيث انها ما تنشفش، وفي نفس الوقت ما تبقاش واخده حجم كبير بقى. زي ما انتم شايفين كده الصينيه برضو ايه كبيره ومغطيها بصينيه كبيره، فعشان نخلص من كل الكلام ده او من الزحمه دي بقى، عبي الحاجه بتاعتك في علب كده بغطا وسيبيها. يعني انا مثلا ما بدخلش خلاص بقى، يعني مثلا الحاجه الحلوه دي مش هتدخل التلاجة. طالما في الشتا كده ما بدخلهمش التلاجة، بحطها كده على الرخامه، مع معلقه كده فوقيها او حاجه، اللي عايز ياكل ياكل معلقه ولا معلقتين. وخلاص بقى هنا مسحت الرخامه، فوطه كده بقى مبلوله، وامسحي الرخامه بتاعتك كويس، مكان بقى اي حاجه ملزقه، مكان بقى زيت واقع، بس هو ما كانش فيه حاجه واقعه يعني، بس هو برضو ايه زياده التاكيد تمسحيها كده بفوطه مبلوله. بعد ما تمسحيها بفوطه مبلوله طبعا انت كده ما عقمتيش، عشان تعقمي بقى البتاعه بتاعتك الرخامه بتاعتك، بقوم جايبه منديل، ودي بخاخه انا حاطه فيها ديتول على ميه مخففه بميه، بقوم رشه بقى كده كام رشه كده على الرخامه، واقوم عاملاها بالمنديل على طول كده بتلمع بقى معايا خلاص كده. كده بقول لكم تمام. نرجع بقى للغسيل اللي احنا كنا بنغسله. طبعا زي ما شفتوا هنا بوريكم هنا الدورة بتاعتي خلصت خلاص، دورة الغسيل اللي احنا عملناها اللي هي النقعة دي خلصت تمام. بس هي لما بتخلص بيبقى فيه مية في الغسالة، هي ما بتطردش المية، هي بتسيب المية في قلبها، وكل شوية كده لو وقفنا مع بعض شوية هنلاقيها بتلف، حتى بعد ما فصلت بنلاقيها بتلف تاني. فهي دي دورة النقع، اللي هو انتي بتسيبي حتى لو سبتيها طول الليل هتلاقيها طول الليل منقوعة في مية، وعمالة كل شوية كل دقيقة كده تلاقيها لفة، تلف لفة مرة كمان، فاهمين؟ بعد ما تفصل كمان الساعة بتاعتها. بصوا اهي، هي كانت مخلصة اصلا، بس هي كل شوية هتعمل كده. اول حاجة بقى بتقومي عاملاها انك بتتخلي بقى بتطردي المية بقى اللي في الغسالة دي، بتطرديها وتشطفي الغسيل بتاعك، تعصريه يعني مش بتشطفيه شطف. تمام. هنستنى بقى الغسيل بتاعنا ده يتعصر خالص، آه، المية اللي فيها كلها تنزل تنزل يعني. وبعدين هنقوم بقى مشغلين الغسالة بتاعتنا عادي جدا على دورة الغسيل اللي احنا بنستعملها. تمام. وبنحط بقى اللي احنا عاوزينه في الغسالة، يعني انا بحط بقى مثلا تحطي كلور تحطي، بس طبعا كلها حاجات اوتوماتيك يعني ما تحطيش كلور سايب والكلام ده. تمام. بس هنا بقى كنت بوريكم انا حطيت اريال هنا بقى خلاص في الدرجين بتوعي، وبحط عليهم كلوريكس باودر. انا بحب الكلوريكس الباودر ده قوي 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 صراحة، بينضف جدا جدا وبيدي للهدوم ريحة كده حلوة قوي. بس بشغلها هنا بقى على الدورة اللي انا بشغلها عليها دي، بتقعد ساعتين ونص بس، خلاص كده بنسيبها بقى تعيش مع نفسها. وهنا بقى كنت بكافئ نفسي بالفطار طبعا بعد ما خلصت. بس واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، ومع السلامة.